لبنى من مكتب ريد إيجل لا. في هذا الفيديو سوف نتحدث عن قرار وزارة الخارجية الأمريكية بإيقاف إصدار تأشيرات الهجرة ل 75 دولة، والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 21 يناير 2026. نحن في ريد إيجل لا نستعد لتقديم دعوى جماعية ثانية للطعن في قانونية قرار الإيقاف الخاص بالدول 75 كما يطبق على عملائنا وكما يطبق على جميع أعضاء الفئة المشمولة في الدعوة. سيتم رفع هذه الدعوى الجماعية أمام إحدى المحاكم الفيدرالية التي سيحددها المحامي لاحقا، والفرق الرئيسي بين هذه الدعوى الجماعية ودعوانا السابقة أن هذه الدعوى ستكون كلاس أكشن، دعوى جماعية. لكي تكون مؤهلا للمشاركة في هذه الدعوة الجماعية يجب أن تستوفي 3 شروط: أن يكون لديك طلب تأشيرة هجرة قائم على العمل أو قائم على لم الشمل العائلي وليس طلب DV 2026. يجب أن تكون قد حصلت بالفعل على رقم قضية تأشيرة الهجرة، أو أن تكون قد قمت بتقديم نموذج DS 260، سواء قمت بتقديم النموذج حديثا أو حضرت للمقابلة، فلا يزال بإمكانك المشاركة. يجب ألا تكون مشاركا في دعوة جماعية أخرى تطعن في قرار إيقاف الدول 75، وهذا يعني أن المدعين في قضية ترامب ستوريز vs ترامب لا يمكنهم المشاركة. موعد نهائي مهم جدا للمشاركة في هذه الدعوة الجماعية: يجب إكمال إجراءات التسجيل الأنبوردينج بحلول 26 يونيو 2026. نخطط لتقديم الدعوة بتاريخ 10 يوليو 2026. إفصاحات مهمة: العديد من المتقدمين للحصول على التأشيرات متأثرون بقرار الإيقاف للدول 75، وكذلك متأثرون بأحدث قرار حظر السفر الصادر عن رئيس ترامب. هذه الدعوة لا تطعن في قرارات حظر السفر تلك إذا كنت مواطنا في إحدى الدول 40 المشمولة بحظر السفر وقررت المشاركة، فحتى في حال نجاح هذه الدعوة فإن القضية ستزيل عائقا واحدا فقط أمام إصدار التأشيرة وليس جميع العوائق. لا يزال بإمكانك المشاركة، ولكن يجب أن تكون التوقعات واقعية. شيء مهم آخر جدا: هذه الدعوة الجماعية مثل جميع الدعاوي القضائية ليست مضمونة النجاح. ستكون هذه القضية دعوة جماعية محتملة، وهذا يعني أننا لن نسعى فقط للحصول على تعويض أو إنصاف للمدعين المذكورين بالاسم، بل سنطلب أيضا من المحكمة من خلال طلب اعتماد الدعوة الجماعية كلاس أكشن منح الإنصاف لجميع المتقدمين للحصول على تأشيرات الهجرة المتضررين من قرار الإيقاف والذين هم في ظروف مشابهة. ومع ذلك فإن مجرد طلبنا لهذا النوع من الإنصاف لا يعني أن القاضي سيوافق عليه، فمن الممكن أن يمنح القاضي الإنصاف فقط للمدعين المذكورين بالاسم، كما أنه من الممكن أيضا ألا يمنح أي إنصاف على الإطلاق. إفصاح مهم رقم 3: هناك دعوى قضائية منظورة حاليا أمام المحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، حيث يسعى المدعون أيضا إلى إلغاء قرار إيقاف الإنصاف النهائي ناتجا عن هذه الدعوة أو عن نتيجة دعوى كلينيك، أو بسبب قرار من إدارة ترامب باتخاذ موقف أكثر إيجابية تجاه المهاجرين، فإن ذلك لا يؤثر على شروط الاتفاقية. وأخيرا دعونا نتحدث عن الرسوم. أتعاب المحامي هي 2000 دولار أمريكي لكل متقدم رئيسي، وتشمل جميع أفراد الأسرة المشتقين دون أي رسوم إضافية، كما أنه في حال وجود والدين متقدمين ضمن فئة IR5 فإننا نقاضي رسوما عن متقدم واحد فقط. شروط الدفع هي 1000 دولار مقدما عند التسجيل، و1000 دولار مستحقة فقط بعد الدخول إلى الولايات المتحدة. كما يمكن دفع الجزء المؤجل من الرسوم على 4 دفعات شهرية بقيمة 250 دولار لكل دفعة. ملاحظة: إذا شاركت في هذه الدعوة وتم إصدار تأشيرة المتقدم الرئيسي في قضيتك فستكون مسؤولا عن دفع الجزء المؤجل من الرسوم، ولا يعتمد على صدور حكم قضائي إيجابي لصالحكم على سبيل المثال.
إذا كنت ترغب في المشاركة في هذه الدعوة الجماعية، فإن إجراءات التسجيل متاحة عبر الإنترنت من خلال موقع ريد إيجل لا. يمكنك الضغط على الرابط أدناه للبدء. يرجى مراجعة قسم الأسئلة الشائعة frequently asked questions على موقعنا الإلكتروني للتأكد من أنك مؤهل للمشاركة، وأنك تفهم طبيعة القضية وكيف عمل الرسوم المدعين قبل التسجيل. إذا كانت لديك أي أسئلة إضافية فلا تتردد في التواصل معنا. شكرا لكم على المشاهدة، نتمنى لكم يوما سعيدا.